ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. الناس اللي لسه ما اشتركتش يشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لهم كل جديد من قناتنا ان شاء الله. سامحوني بقالي كام يوم كده متاخره عليكم، لكن جايه لكم فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. النهارده انا في السوق، كلكم كنتوا عمالين تقولوا لي روحي يا سوسو روحي يا سوسو. السوق ده يا جماعه تحفه تحفه، اقل حاجه تتقال عليه ان هو تحفه. السوق ده موجود فين؟ السوق ده في اخر شارع اول جمال، وموجود في الشارع الجديد. نروحوا ازاي؟ تقدري تروحي بالمترو، وهوريك وانا مروحه في الاخر العنوان تقدري تنزلي ازاي وتروحي ازاي. المهم السوق بقى مليان كل حاجه زي كل الاسواق بتاعت المطريه وبتاعت السوق الخميس وكده. بس ميزه بقى السوق ده للناس بقى اللي عايزه تجيب ايه، خضار حلو وعايزه تجيب حاجات فلاحي. 3/4 السوق اللي قاعدين فلاحين، جايين بقى من الشرقيه وجايين من القليوبيه وجايين بقى ايه من الحتت اللي كلها ايه خير ربنا دي. تمام. شفت بقى كميه ناس فلاحين قاعدين، وانا بحب قوي الخضار بتاع الفلاحين قوي، والحاجات رخيصه بقى، يعني اسعارها مختلفه تماما. الموز ب35 جنيه زي ما انتم شايفين اهو، الاسعار محطوطه قدامكم، 20 35 جنيه، بيبيع التلاته ب100. بص الموز دي يشرح القلب ازاي. الجوافه ب20 جنيه برضو جميله وحلوه ازاي. انا بقى بوريكم كده انا هبدا السوق منين. تمام. السوق بيبتدي من تحت الكوبري كده، ده اسمه الشارع الجديد. ابتدينا بقى من هنا وبقى خدوا بقى عندكم بقى كل حاجه. اللي هو بتاع يا دي النيل عليا، باجي انسى امنتج انسى. اللي هو الدورق دوت اللي بالحنفيه ب200 جنيه. تمام. الشبشب اللي مع الست ده بصوا تحفه ازاي، ب40 جنيه. القته ب15 جنيه. لا اسفل، القته ب12 جنيه ونص. افتكرت عشان قلت له ونص وحاطط لي نص على ايه يعني، ما تشيل النص، ده كان قصدي، عشان كده افتكرت. الكوارع هي كوارع الاماميه زي ما انتم شايفين بلدي زي الفل اهي، ب350 جنيه. فانا قلت لها بصراحه زيك زي بره يعني، بس الامانه ربنا يسامحني، حاجاتها بلدي اكتر يعني، واضح قوي يعني باينه. تمام. البصل ب10 جنيه. العنب ب30 جنيه اللي هو من غير بذر المسكر ده. احنا بقى كده داخلين السوق ماشي. البرتقال ب20 جنيه. التوم لسه اهو كنت بقشره تحفه، جبت توم ب60 جنيه. العيش المرحرح اللي انا بحبه دوت ب50 جنيه، كله بقى بيبيعه ب50 جنيه دلوقتي، كنت نفسي تبيعه كانت ارخص من كده. الفلفل بقى والحاجات كل بقى اللي قاعدين فلاحين. بس انا هروح اجيب دلوقتي بعد ما اجيب الفاكهه، اجيب من واحده فلاحه قاعده شويه خضار هيعجبكم قوي قوي. البرتقال الحلو ده ب20 جنيه، برتقال بسره. تمام. المانجا كانت عنده ب50 جنيه. البلح البرحي ب55 جنيه. العنب ده اللي بقول لكم عليه كان مسكر وزي العسل. التفاح كان ب40 جنيه. الخضار الفاكهه حلوه طعمها حلو يعني. جبت العنب مسكر زي العسل، جبت اللهم صل عليك يا النبي البرتقال برضو جميل جدا، مع اني توقعت انه يبقى يعني حادق، لا حلو قوي قوي عجبني. وفي تين اهو زي ما انتم شايفين، كل انواع الفاكهه وكل حاجه كانت موجوده في الفاكهه بصراحه يعني، كل اللي في الموسم بتاعها يعني. ده للناس اللي عايزه تجيب حاجات بلدي كده وحاجات حلوه وحاجات سعرها كويس طبعا يعني. كرتونه البيض كانت ب150 جنيه، وكان تقدر تاخدي نص كرتونه وكده يعني. الجبنه القريش ب80 جنيه. كل الحاجات الفلاحي اللي تخطر على بالك موجوده.
إيه اللهم صل عليك يا نبي. وكان جوه بقى اما دخلت السوق كبير، كبير قوي، يعني واخدين حوالي شارع كامل، والجوانب بقى في كمان ناس كانت بتبيع اللي هي الملابس اللي هي زي الاستوكات، هوريهولكوا هصوره. والفراخ البانيه كان ب160 جنيه. اللي تاني والفراخ البلدي الفيومي ب120 جنيه. البامية كانت البامية دي اللي انا ماسكاها ب50 جنيه. دي الست اللي انا جبت منها كل انواع الخضار بقى اللي عندها. بصراحة حزمة الخضرة عندها تعمل 3 حزم من اللي انا بشتريها والله من السوق هنا بتاع ال60. لسه كنت جايباها من يومين يعني. عجبتني الخضرة اوي، الخضرة محملة اهي. دي بيقسموها على 3، الاتنين ب5. الحزمة كبيرة والجرجير ورور. السبانخ ب20 جنيه. فرحت اما شفت السبانخ، بس انا بحب السبانخ. والقلقاس ب20 جنيه. الفاصوليا ب40 جنيه برضو. الفاصوليا لسه طالعة صح. الجزر ب20 جنيه. البتنجان ب15 جنيه. الفلفل ب20 جنيه. بس هوريكم نوع فلفل اللي هو اللي تشيلي الصغير ده، كانوا بس الفلاحين اللي جايبينه، الفلاحين بس اللي قاعدين بيه. الفلفل ده بيتباع غالي قوي، يعني بيتباع عند الخضري العادي غالي. برضو عاملاه ب20 جنيه. هوريهولكوا دلوقتي، همسكه بايدي اهو. ده نوع الفلفل ده جميل جدا، لما تلاقوه هاتوه على طول يعني. حلو في التخليل، حلو تعملوا بيه اللي هو هريسة الشطة، يبقى جميل جدا. حلو يعني تحسوه كده مليان اوميجا 3، لان هو نوعه كويس قوي. انا باخد منها سبانخ، انا اللي بكلمها دلوقتي. مش شرقية. سألتها انت جاية منين، قالت لي انا جاية من الشرقية. الملوخية كانت ب10 جنيه وجميلة جمال السنين يعني. الكوسة ب20 جنيه. كان في حاجات خضار، الخضار عجبني قوي. احنا عشان محرومين اصلي من الحاجات اللي هي الفلاحي الحلوة دي. قليل لما تلاقوا مثلا في السوق جايبين حاجات كده ورور كده. القلقاس انا قلت بقى اجيب بقى واشيل في الفريزر، عشان ما بننزلش احنا سوق الخضار حلو زي دوت كل يوم يعني، فاشيل على اكلات يعني. ايمان كانت بتنقي بتنجان لواحده ست يعني، كانت واقفه بنتها مش عارفه تنقي بتنجان، فايمان بتنقي لها بتنجان. هي اللي عطلتنا يعني، هي اللي موقفانا. والست كانت بتحسب لي بقى الحاجه بتاعتي، وخدت منها قلقاس، وخدت منها سبانخ، وخدت منها خضره كتير، بقدونس وحاجات من دي كتير. هتلاقوا بقى مناديل، يعني ربع المناديل ده ب20 جنيه، المناديل السايبه دي. هتلاقوا الجبنه بقى، والبص بقى بص بقى المش قصاد بعض قاعدين كتير كتير، مليان فلاحين. واللي عجبني بقى كمان السمك في سمك كتير كان طازه قوي، وكانت اسعار السمك تجنن. مكرونه البلدي الحلوه البلدي الجميله دي اللي كانوا لسه كنت جايباها من سوق ال60 ب150 جنيه، عندهم كانت موجوده ب80 جنيه. وكان في نوع اصغر اللي هو الصغير ده، الراجل بيتحايل عليا والله ب60، ونداه لي قال لي ب50. السمك رخيص، حلو 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 حلو. الكابوريا اللي كل الناس بتبيعها ب150 جنيه عندنا، الكابوريا عندهم ب100 جنيه. والجمبري كان في جمبري نوع ب100 جنيه كده، شكله بصراحة بايت يعني ومتقشر. وكان في نوع تاني طازة ب250 جنيه. بصوا ده تحسهم من حاجة ما شاء الله. عمال يتحايل عليا اخد القشر، طبعا مش قشر بياض، ده بولتي. عمال يتحايل عليا اخده، وصل معايا لحد 80 جنيه، يعني من 120 ل80. الزيتون زي ما هو ب70. فاللي نفسه برضو في سمك هيروح يجيب من هناك أكلة سمك معتبرة. أي المكرونة البلدي ب80 جنيه. طبعا أنا ما كنتش عاملة حسابي إنه السوق جامد كده.
كنت عملت حسابي، بس بعد كده ان شاء الله هنزله بانتظام. لو انا عايزه اجيب بقى حاجات خزين في البيت، ده يتنزل مثلا مرتين في الشهر ولا مرة في الشهر، وخلاص على كده تبقي جبتي كل اللي نفسك فيه، من كوارع لممبار. الممبار صحيح ب120 جنيه البلدي جميل، الجاموسي، لسمكك انا ماشيه بخبط في وشوش الناس معلش. يعني مثلا دي مكرونه كانت نوع تاني مكرونه، لفراخك البلدي الفراخ كانت ب120 جنيه. كل حاجه يعني اللي نفسك فيها هتلميه كله من السوق ده وتقسميهم على الشهر، هتلاقي ما شاء الله عندك حاجات حلوة بأسعار كويسة جدا جدا. الفلفل الألوان برضو زي ما هو ب50 جنيه، مش عارفة ليه حتى في السوق ده. الطماطم ب15 جنيه، وفي جوه طماطم تاني كانت أحلى وأحلى يعني. طبعا الكرنب مرمي بقى يا بنات، الست دي كانت بتبيع الكرنب ب15 وب20 وب25. والحاجات بقى الفلاح الجميلة دي، انا لفيت هنا بقى من جوه السوق كان زحمه بقى، ابتدى يتزحم يعني. والراجل ده بيبيع صوبيا. رحت برضو دي فلاحه جبن برضو من عندها حاجات باين. بصوا الخضره الجميله، انا ما بيعجبنيش غير الحاجات بتاعت الفلاحين دي، لانه بتبقى جميله بصراحه، بتبقى احلى بكتير من اللي في المحلات عندنا وفي الاسواق. يعني في المولات وكده، والسوق ال60 برضو مفيهوش الخضره دي. هنا جبت عيش من الراجل ده ب2 جنيه الرغيف، وجنبيه كانت في برضو عيش بلدي بجنيه. انا كده كنت دخلنا بقى السوق الشارع. بصوا احنا بقالنا كده يجي مثلا 10 دقايق او 15 دقيقة ماشيين، ولسه جوه كمان 15 دقيقة كمان جوه، انتوا واخدين بالكم؟ غير متفرع من الجناب كمان. توابل بقى تلاقي جبت عجبني موت. هنا الحصالات دي، الحصالة ب10 جنيه وب20 وب30 جنيه. ده هنا امان اللي كانت عايزة تشتري حصالة، يعني هتحوش البت قوي. هي اشتريت، اما نشوف هتحوش ولا لا. ابقى بيسألوني في التعليقات حوشت ولا لا، يعني كمان كم فيديو كده وانا اقول لكم. شجعتها هتحوش للعيد بقى، تشيل كل يوم فيها اي حاجة كده من الفضيات اللي بتتبقى دي للعيد بقى. دخلنا بقى كده، بصوا بقيت بقى السوق ما شاء الله تبارك الله. جبت توم، جبت من هنا التوم، جبت توم من الست دي. التوم جميل جدا، عارفين التوم الاحمر الحلو ده المعبي. الليفة عندها يعني كل ليفة بسعر، بيبدأ من عندها من 20 جنيه 25 حسب حجم الليفة. جبت من عندها التوم ب60 جنيه، جبت ربع كيلو. وبقول لكم مكنتش عاملة حسابي، يعني التوم ده ب100 جنيه، وانا مخزنتش توم كتير السنة دي، فحلو جدا يعني. كنت لو عاملة حسابي كنت جبت كيلو يعني. فما شاء الله ما شاء الله يعني السوق عجبني موت يعني. بس ده يتروح بدري اكتر من كده، مع ان انا كنت بدري والله، كنت قبل الصلاة، بس عشان الزحمة يعني ابتدى يتزحم على ايه، على الساعة 12 كده، على الساعة 12 واحدة كده ابتدى يتزحم. ده العلاف اللي انا جبت منه باين، لا لسه هروح للعلاف دلوقتي. بصوا ده شارع بقى جانبي كده كله، بعد كده هدوم وملابس وبتاع. بصراحة مرضيتش ادخل، بس من على الوش هو واحد واقف، شايفينه اللي في اخر اللي هناك ده بيوري الناس الحاجة، بيطلعها من الكيس ويوريها لهم. بيبيع ب50، انا قربت اهو منه، بيبيع ب50 و75. طلع حاجات كتير بالبرايس تاج بتاعها، بالتيكت بتاعها، تمام. بيبيع ب50 و75، وكان في حاجات قال 25 يعني. دي يطلع القطعة يقول دي ب25 مثلا، دي بكذا. كانت الناس واقفة، وقفت صورته لكم شوية. وبعد كده الشارع الجانبي بقى ده كله عبارة عن ملابس وأحذية وشنط واكسسوارات والكلام دوت. أنا رجعت بقى عشان أخش في شارع الأكل تاني يعني الخضار. أنا قربت أجيب آخر السوق أهو.
مع ان لسه في قدام تاني، بس يعني ايه قربت. النعناع البلدي جميل جميل، لا ما شاء الله. والسوق بقى اللي يبين لك ان السوق ده حلو وجميل، انه في ناس كتير بره المكان اللي المنطقه، جايين من اماكن بعيده. يعني قابلت كذا واحده تقول لي مثلا انا جايه مثلا من 1000 مسكن، انا جايه مثلا من من حته بعيده يعني. وشفت ناس جايه من مصر الجديده، اهو ده جبت منه بقى العلافه بتاعته تجنن. جبت منه اللوبيا معين حمراء، الرز عنده في منتهى الجمال اهو ب25، الحمص ب60، اللوبيا معين حمراء ب80، الفاصوليا البلدي البيضه ب80. ده جبت منه بقى، بصوا اللوبيا معين حمراء دي انا بحبها موت، اللي هي البلدي الحلوه الصغنطوطه دي جميله، احلى من المستورده مليون مره. فاول ما شفتها بقى عرفت ان الراجل ده 10/10. انا هنا قاعدين جنب الفرارجي، قعدت بصراحه وجبنا منه بقى البانيه. وهنا بقى ركبت مترو، ركبت قصدي التوك توك. كنا خلصنا بقى كده سوق كبير قوي. وبصوا بقى باخد السوق وبقول له اول جمال او المترو، هو اخر الشارع ده اول جمال المترو. هو حلاوه السوق ده ان انت تعرفي تروحي ايه بالمترو كمان، يعني تنزلي زي ما هتشوفي دلوقتي محطه المترو وتركبي الايه التوك توك يدخلك اخر جمال في السوق. اهو ودانا اهو، بصوا في ثواني ودانا المترو. دي محطه الهايك ستيب، محطه ايه الهايك ستيب. تنزلي محطه الهايك ستيب وتركبي منها من اول جمال، تخش السوق ده يوم الجمعه بدري تجيبي بص كل ما تشتهي نفسك بسعر في منتهى الجمال. واللي اجمل من كده انه حاجات فلاحي، حاجات فلاحي تعجبك، يعني حاجات طازه وحلوه وفلاحي. يعني بقول لك الخضار ما شاء الله تبارك الله. بص انا طالعه اهو السلم وركبت المترو ده بتاعنا عدلي منصور، وبعدين ركبت المترو اللي هو القطار السريع بتاع الشروق ده للناس حبايبي بقى اللي ايه جيراننا في الشروق. السوق ده بالنسبه لهم مش هيبقى متعب ولا مرهق، وهيبقى في منتهى الجمال بالنسبه لهم. هنا امان بتصور لكم المطار، بتصور لكم شكل الطيارات وهي طالعه. لازم تعمل لنا افتكاسه امان كده في الفيديو. طبعا بعتذر ان اتاخرت عليكم اليومين اللي فاتوا دول. ادعوا لي كده دعوه حلوه من قلوبكم، ربنا يفرجها عليا ويفرجها على كل متضايق يا رب. وننزل والله وما اقصرش معاكم ابدا، واجيب لكم اكتشافات كتيره جدا. لكن بجد النزولات بقت بالنسبه لي بقت صعبه يعني، فالله المستعان الله المستعان. ادعوا لي بس كده نخلص من دخلة الجامعه ومصاريف الجامعه والكلام دوت، وهتلاقوني بصوا كل يوم بعمل لكم فيديو وبعمل لكم اكتشاف في مكان جديد ان شاء الله. دي محطه بقى المترو بتاعنا، القطار الجديد اللي هو القطار السريع اللي بيروح لحد العاصمة الإدارية عشان الناس اللي عايزة تيجي تسكن في الشروق. ده بيروح لحد العاصمة الإدارية. وربنا يملى بيوتكم يا رب كلها خير وبركة. اكتبوا لي تعليق حلو زي قلوبكم الجميلة. بحبكم جدا جدا في الله يا أغلى أخوات في الدنيا. متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.